صباح الخير يا خالة بهاني. يسعد صباحك يا زاهي. ما عندكيش غير الطماطم المفعصة دي يا خالي؟ دي مفعصة يا زاهي برضو؟ دي حمرا وزي الفل، سلامة شوفك. هي زي الفل عشان من ايديك الحلوين بس. خدي اهدوا 7 صاغ. هتشيلي الحمل ده ب7 صاغ يا زاهي؟ وده حمل برضو يا بهاني، دي المشنة ما فيهاش 5 6 طماطمات عدلين. دول بريال يا زاهي. مانيش دافعة غير باريزي، حياة النبي ما انا دافعة غيرهم. الله، انت دايما شاطرة كده. هتشطر عليك انت يا بهاني. طب دي لسه واحدة كانت هتاخدهم ب15 صاغ ما رضتش يا زاهي، وماشية قدامك هناك اهي. حياة النبي ما معايا غير الباريزي، حياة النبي ما تكسفيني بقى. هما كمان ما يستاهلوش غير كده، داني بس واخداهم من وشك السمح وايديك المبروكه. هقولك ايه يا زاهي، خديهم. ياخد عدوينك يا اختي. وانتي ازيك يا بهاني؟ وزي العيال بخير؟ والله ما بشوفهم يا زاهي. يا اختي مادام كويسين احنا مش عايزين غير كده. البريزه اهي. ما فلوس معاكي كتير اهي، انت مش بتقولي معكيش غير البريزة يا زاهي؟ مش بتوعي، حياة النبي ما بتوعي، حتى شايفه حطاهم على جنب اهو. امانه يا اختي. منك انتي. اوعي تكوني مش مسامحاني فيهم. بالهاني والشفا يا زاهي، مطرح ما يسري يمري. اقعدي بالعافيه يا بهاني. الله يعافيكي. اما حاسب يا سعيد. بتعملي ايه يا اما؟ قلت ابلط الحته اللي قدام عتبه الدار دي عشان يبقى شكلها حلو كده ونظيفه. خطي بس اوعى تدوس لا تبوظ التبليط. وجبتي البلاط ده منين يا اما؟ من زينهم عبد الستار ابراهيم اللي بيبني بيت بالمسلح غربنا هنا، جايب بلاط بيلعلط، المسميه سماريك. رحت للبنايين قلت لهم ايه، النبي ادوني بلاطين كده تكونوا مستغنيين عنهم، بس اوعوا يكونوا مكسورين. والشحات له ايه يا ولا نص البلد. اديني لزقته لكم. بص البلاطه دي عليها رسم احمر واخضر. قال ايه دي مش الشجره دي يا ولا؟ بص. شجره ايه يا اما؟ ده برج اسكان. والاسكان مفرع كده. روح كده روح. يعني العالم واخد حقه معاك قوي يا خي. وعلى كده عملتي الاكل ولا اتلخمتي في التبليط؟ لا ما تخافش عليا، اطمن. بس انت خش اقلع هدومك وتص وشك بشويه ميه. ابوك واخواتك زمانهم جايين من المدرسه. اقوم احضر لكم الاكل. شاطره يا اما شاطره. خطي يا سعيد خطي. اسم الله عليك يا حبيبي خطي. هو انا عيل يا اما؟ اسم الله يحمي الكبير والصغير يا اخويا منك كده. الحمد لله. ايه يا اخويا، شلت ايدك من الاكل ليه؟ شبعت يا زاهي. انت لحقت تاكل حاجه يا سي عبد الرازق افندي؟ كل حته البدنجانه دي بحته التخديعه دي. الحمد لله. يا اخويا انت بتشتغل وبتذاكر وتشقي. الحمد لله.